ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. بابا، انا شايف حاجة غريبة كده ظهرت تحت فين بس يا سيمبا؟ بطل شقاوة واقعد يا حبيبي، احنا جايين هنا نستجم، نام شوية. لا انا هنزل اشوف ايه اللي تحت دي، ما تخافش عليا يا بابا، هاجي بسرعة. ايه البتاعة دي؟ ايه ده عمالة بتلف كده ليه؟ اما اقرب منها عشان اشوف دي ايه ده؟ الدوامة دي مودياني على فين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه ده؟ انت مين؟ وانا ايه اللي جابني هنا؟ انا دخلت جوه دوامة وجابت لي هنا. انت مين يا قرد انت؟ الملك سامبو. اهلا يا ملك ايه سامبو ايه؟ انا اسمي سيمبا. ايه اللي جابني هنا؟ لو سمحت فهمني. افهمك ايه؟ انت اكيد خدت ضربة شمس، مش عارف انت فين؟ انت في بلدك يا ملك سامبو. ضربة شمس ايه الراجل المجنون ده؟ وبعدين تقولي في بلدك يا ملك سامبو؟ ما اسميش سامبو والله لا سيبك وامشي. برافو جدا، برافو ان انتوا عملتوا الهرم بالسرعة دي. انا كمان عايز هرم الملك سامبو ابني يخلص بسرعة، فاهمين؟ طبعا فاهمين يا ملكنا. برافو عليكم. يلا روحوا، يلا ننفذوا الهرم. يلا انا هروح اشوف فين الملك سامبو ابني الصغير واتنزه معاه شوية، يكون العمال خلصوا الهرم. سامبو، انا كنت بدور عليك من الصبح عشان اقولك ان الهرم بتاعك خلاص قرب يخلص. بجد يا بابا، انا مبسوط جدا. الله، هيبقى فيها هرم باسم الامير سامبو. ايوه طبعا يا حبيبي، انت كام سنة وهتبقى ملك. طيب عن اذنك بقى يا بابا، اروح اشوف فين صحابي والعب معاهم شوية قبل ما ابقى ملك. صحابي وحشوني جدا، انا عايز اشوفهم هم راحوا فين، واخرج من قصر واروح لهم عشان العب معاهم شوية كتير. ده ايه الصحراء اللي انا فيها دي؟ انا عايز اروح البيت لبابا. اروح ازاي دلوقتي بقى؟ وايه اللي جابني هنا؟ يا ريتني ما كنت رحت عند الدوامة دي. اما اخش جوه الخيمة اللي هناك دي واشوف فيها ايه، ممكن اروح منها لبابا زي ما جيت. يوه، ما رجعتش. امال انا فين هنا؟ ارجع بقى ازاي؟ صابو، ايه ده؟ انت مين؟ إيه انت مين؟ أنا سامبو مين؟ انا قلت انا مش سامبو. اتخضيت ولا ايه؟ شفت القناع الجديد اللي انا لابساه؟ هيعجبك قوي، قلت اجي اوريهولك. يعجبني ايه بس؟ انت مين؟ انا مش سامبو والله، انا دخلت هنا غلط. اديني شلتلك القناع عشان اعرف انت مين. بص، انت فعلا فين التاج بتاعك؟ انت كلامك ممكن يبقى مقنع شوية، بس لا، انت سامبو يعني، ده انت صاحبي. انا اسمي سيمبا، ولقيت دوامة كده رحت قربت منها دخلتني في عالمكم ده، وانا مش عارف اخرج منه ازاي. عايز ارجع لوالدي، انت ممكن تساعديني؟ طبعا ممكن اساعدك. خلاص انا مصدقك. تعالى طيب نخرج نروح في المكان اللي بتقابل فيه انا وسامبو، وهو اكيد هيجيلي دلوقتي، وهو اللي يقدر يساعدك اكتر مني لان هو ابن الملك هنا. يا سلام، هي التعويذة اللي انا قريتها عليك وحولتك للشكل ده، من تمثال لحيوانات غريبة بجناح. بس ناقص ان انا احول وشك لوش اسد عشان تقدر تحارب الاسد الملك، وساعتها تخليني انا ابقى الملك. يا على افكاري العظيمة. سيمبا، انت فين؟ تعال استجم معايا يلا. سيمبا مش بيرد عليا ومش تحت. ايه ده سيمبا مش تحت. امال قال لي هشوف اللي تحت ده وهاجي. يا ترى راح فين؟ لا، انا لازم انزل ادور عليه حالا. طب وبعدين بقى؟ البوابة بتاعت الزمن اللي انا اخترعتها، وبعدين خرجت بيها من العالم الفرعوني بتاعي وجيت بيها على هنا على الغابة دي. مش عارف هي راحت فين. ده اكيد في حد دخل جواها. مش معقول هتمشي لوحدها. انا لازم ادور واعرف مين اللي عنده فضول فظيع وراح ناحية البوابة بتاعتي ودخل جواها. ايه ده؟ اما ناري صاحبتي راحت فين؟ وبعدين انا عمالة ادور عليها في كل حتة ومش لاقيها. ايه ده دي جاية من هناك اهي. ومين اللي معاها ده يا ترى؟ سامبو، ازيك؟ وحشتني جدا. شفت اتلخبطت فيك، والماسك الجديد خضيت بيه سيمبا ده.
وافتكرت ان هو انت. انا كنت بدور عليك من الصبح يا نيلا عشان اعرفك ان الهرم بتاعي قرب يخلص، تقومي جايبالي واحد شكله غريب وتقوليلي افتكرته انت؟ ازاي ده شكله ملك؟ وبعدين فين التاج بتاعه يا بنتي؟ ازاي تتلخبطي ما بين اي حد وما بيني؟ لا هو فعلا بقى انت فيك شبه مني، وهي ليها حق انها تتلخبط، بس انا عايز امشي من هنا. وهي قالت لي انك انت اللي هتساعدنا. انت صحيح ابن الملك هنا؟ ايوه انا ابن الملك هنا. انت بقى مين ده يا نيلة؟ وجبتيه منين؟ زي ما قالك كده يا ملك سامبو، هو مش عارف هو جه هنا ازاي. بيقول لا بوابة كده بتطلع ضوء، وهي اللي دخلته وجابته هنا، وهو عايز يرجع لموطنه الاصلي. والبوابة دي كان لونها ايه؟ اوصفها لي كده. هي كانت حاجة مدورة كده وبتطلع ضوء احمر، وانا قربت منها. هي يعني غريبة، قامت مرة واحدة شفطاني ليها واختفت، وانا وهي جينا هنا. ما فيش غير إزيز بس هو اللي بيحب يخترع الحاجات دي. اكيد اخترعها وراح بيها عندكم وانت ركبتها وجيت بيها بالغلط لحد هنا. طيب الحل ايه دلوقتي يا ملك سامبو؟ يا ترى هنعمل له ايه عشان نرجعه وكمان نرجع إزيز ده بقى شقي جدا، ولو الملك عرف هيغضب عليه كتير. طيب انا متهيألي ان انا عندي اقتراح وهيعجبكم يا ملك سامبو. احنا ممكن نروح للحكيم، وهو ممكن يبقى عنده فكرة ازاي الولد ده يرجع للغيبة بتاعته، وكمان نرجع إزيز. ايوه صح جدا كلامك صح. يلا بينا، يلا يا سيمبا نروح للحكيم. سيمبا انت فين يا سيمبا؟ لازم الاقيك. رحت فين يا سيمبا؟ مش لاقيك في الغابة كلها. سيمبا نفاسة اخويا، ايه لقيت سيمبا ابنك ولا لا؟ انا سامعك من بدري عمال تدور وتنادي عليه. لسه ما لقيتوش يا سكار، بس عارف لو طلعت انت اللي ورا خطف سيمبا او اختفاء سيمبا هعمل فيك ايه؟ والله ما شفت ولا جيت جنبه. هو كل حاجة سكار. يا عم انا غلطان ان انا جيت اسأل على ابنك، عن اذنك. ازيك يا ملك سامبو؟ هو مين اللي معاكوا ده؟ مالكيش دعوة، اتفضلي يا غزالة من هنا. ايه ده؟ غزالة عندكوا رايقة قوي، الغزالة بتاعتها رايقة بجد. تقصد ايه؟ خلاص كلمتين كده متاخدوش في بالكم. ازيك يا ملك سامبو؟ انا جاي اسألك، مش عايز تسمع مزيكا انت واصحابك؟ لا يا بقورة، مش وقته خالص، اتفضلي يلا من هنا. دي كمان بقورة؟ دي منظرها عندكم غريب جدا. شفت يا ملكنا الخاين ده كان معاه الكتاب ده وبيحضر بيه وحش شرير عشان يحاربك، بس ايه، الجنود مسكوه وجابوه هنا، وانا جبتك لحد هنا عشان افرجك عليه. برافو يا اسودة ان انت خليتي الجنود تمسكه. شكرا يا حبيبتي ان انت بتحميني. ازيك يا حكيم؟ انا جايلك في مشكلة كبيرة ومفيش حد هيقدر يحلها غير يا سامبو يا ابني. قولي ايه المشكلة ولو اقدر احلها اكيد هحلها. إزيس عمل تاني حاجة تنقله من زماننا لزمن تاني، وبعدين الأسد ده جه فيها بالغلط وإزيس محبوس هناك. عايزين نجيب إزيس ونرجع الأسد سيمبا لمكانه. طيب ثواني هقول التعويذة بتاعتي وهجيب لك إزيس وكمان الآلة السحرية اللي مشي بيها. يلا هنج بنج سنج تعالى يا إزيس. ايوه هي دي الدوامة دي اللي خدتني وجابتني هنا. يلا يا سيمبا ادخل جواها وروح العالم بتاعك. مع السلامة يا سيمبا. ياه، اخيرا رجعت الغابة بتاعتي دي، وحشتني جدا. بس بابا فين؟ ده يكون بيدور عليا. ان شاء الله هلاقيه ويفرحوا ان انا رجعت. ايه ده؟ سيمبا حبيبي انت رجعت؟ الحمد لله. مين اللي كان خاطفك؟ قولي عشان لو عمك سكار الشرير هو اللي كان خاطفك احبسه. لا يا بابا مش عمو سكار، هو كل حاجة هو. لا مش عمو سكار. انا لقيت دوامة كده رحت عشان اشوف دي ايه، خدتني ودتني عالم تاني، وبعد ما رحت العالم ده حصلت لي مشاكل كتير هناك، وبعد كده الحمد لله الملك بتاع العالم التاني ساعدني ان انا ارجع تاني للغابة بتاعتنا. وانا غلطان يا بابا ومش هقرب تاني لأي حاجة معرفهاش.
وكده حدتنا خلصت يا حلوين. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ولو مش عارفين تشتركوا بسرعة بسرعة نادوا على بابا وماما وقولوا لهم تعالوا يشتركوا لكم في قناة حواديت سمسم. باي باي يا حلوين، هتوحشوني لحد ما اشوفكم الحلقة الجاية.